وتعسا لكم أيها السياسيون الفاسدون، فوالله لن نستسلم لكم أبدا، لن نستسلم لكم أبدا، ولا لمساوماتكم الدنيئة التي لو قضينا داخل السجون. وليعلم الجميع أننا لو شعرنا قيد أنملة، أننا لو شعرنا أن اعتصامنا هذا سيعرقل، اسمع، أننا لو شعرنا قيد أنملة أن اعتصامنا هذا سيعرقل مسيرة المشروع الإصلاحي فسننهيه ونوقفه بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. ثانيا أيدوا هذه الخطوة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. ثانيا لو كان هذا اعتصامنا بعد يشكل عبء ثقيل على قائدنا كذلك سننهيه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. ونوقفه بلا شك، ولكن قائدنا أيدنا وأذن لنا، ونحن بإذن الله تعالى ماضون حتى تحقيق المطالب الشرعية، أو يأمرنا قائدنا بالتوقف إن شاء الله تعالى. نحن رهن إشارته بإذن الله تعالى ولا نخيب ظنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استقبلوا هذه الحملة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالم بيكم لما يمر طريقكم اللي يحب ياخذ راحته الله يوفقكم ان شاء الله. بس اخذوا صور على مود النشر، اخذوا صور على مود النشر، الله يوفقكم. اخذوا صور على مود النشر ولا تقصرون بالنشر، الله يوفقكم. اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة وسام الفجعة الإسلامية. صبر من عدكم خجل، جبل حبكم ياهو يقدر للجبل، ينصبركم صبر من عدكم خجل، ما نسيناكم وحبات البحر، ما نسيناكم وحبات البحر، الصدر وياكم لفت عليها عداكم، الصدر وياكم لفت عليها عداكم، انك وعجل السجين سلاحه، انك وعجل السجين سلاحه. يا
الدنيا كلها وعاين طلقت الدنيا كلها وعاين عشت الملك والجاه. يلا اخوان ويا ابو اسد يريد يهوسلكم ابو اسد. يلا ويا عايمكم يلا. الجيش مظلوم. الجيش طلعون الجيش يا معودين والله العظيم الرئيس الاشاره نخدم البلد. والله ظلم يا ناس والله ظلم. شو محصلين من عندنا؟ صار 9 سنين. الله اكبر يا اخي مو كافي دافعنا عن العراق، كافي المالكي قاتلنا الثوره التكفيريه، كافي حسوا بينا كافي. ايش يا حزب الدعوه المجلس الاعلى اخوانكم شيعتنا ولايه علي بطالب تصيحون انتم. احنا شيعه علي وينكم؟ هاي الشيعه صار 9 سنين على مود الامريكان. لعنه الله على امريكا. من وكل من يشيل سلاح صايود ترى اليوم الهدف لازم يصيده. يا ابو انسان الطويل القبر ما شفناه. وكل من يشيل سلاح صايود ترى اليوم الهدف لازم يصيده. يا ابو انسان الطويل القبر ما شفناه. من سنة قبل تسوى الحديده سرق يوم كانت تندع رجال.